بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا اليوم الكانة اللي هي بسنتين أو نفس المسدس برضو، بس دي فيها سنتين يعني زي ما حضراتكم شايفين بالظبط في الصورة اهو. طبعا دي المقاسات. معانا ده اللي هو من الخط ده، الخط ده اللي هو 20 سنتي. ومعانا الضلع ده كله كامل، ده 70 سنتي. ومعانا الجنب كامل، ارتفاع الكنة كله كامل متر. ومعانا هناك اللي هو ديتي الجمع ديتي من ديتي لديتي الجنب ده 20. ومن هنا السنة واقفة 20، بعدين سنة نايمة 10، بعدين الأخيري سنة واقفة اللي هي عفوا السنة نايمة اللي هي 10. وبعدين العرض كله كامل فوق هيبقى 50 سنتي. دي طبعا كورنيشة، طبعا قلنا احنا المبني الضلع الثاني طبعا، لأنه المبنى ما فيه سنتين. وبصور لكم إن شاء الله على الطبيعة بإذن الله. ودلوقتي طبعا بشرح لكم الكانة ومقاسات الكانة وكده يعني. وطبعا دي الكانة اهي زي ما حضراتكم شايفين، هي متاخد كفراتها طبعا كله كامل اهو. طبعا انت زي ما احنا قلنا انت بتحسب كل ضلع في الكاني، وبعد كده بعدين بتسيب الكفرات عشان تدي الكانة مظبوطة طبعا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هي احنا حسبنا الاضلاع كلها كاملة. الكانة طلعت معانا 3 متر قطعية، يعني الحديد 3 متر. وبوريكم الحين طريقة اللف بتاعي بالمقاسات بكل شيء. خليكم معايا. طبعا معانا اهو اول مقاس زي ما حضراتكم شايفين اهو، هذا المسمار على 92 ادينا 93، ففي كفر يعني 3 ونص 3 ونص. طبعا ده في الكفرات. ومعانا المقاس الثاني اللي هو ال70 طبعا. طبعا الضلع ده ما يتشالش منه حاجه، لان انت لو شلت الكفر اللي تحت بيجي معاك فوق اللي هو زي هنا، يعني بشرحها لكم. يعني هنا باخد 2 ونص، جيت ونص هنا من 70 ل 70. انت لو خدت الكفر كله كامل بتاع المتر اللي هو 92 سم، هنا ما تحتاجش انك تنقص من ال 70، يعني تلف ال 70 زي ما هي بالظبط، عشان زي ما هي تدي كفر فوق كفر تحت. وطبعا معانا الثاني اللي هو ال 70، ده المقاس الثاني ال70 اهو. وبعدين معانا المقاس المخ الكامل اللي هو ال45 اهو، بتاع العرض الكان اللي هو ال50 زي ما حضراتكم شايفين اهو. بعدين معانا اللي هو ال20 اهو، اللي هو ال20 القايم والنايم زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا معانا ال10 سنتي بتتاخد عكس المكني الناحيه الثانيه اهو. هو ده المقاس اهو بتاع ال10 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. والحين بوريكم اللف بتاعها بالطريقه. طبعا معانا القفل اهو، باخد القفل اول حاجه 10 سم اهو، انتم شايفين. باخد المقاس اللي هو الكامل اللي هو بتاع المتر، طبعا شايل كفرات يعني اهو. وبعدين باخد اللي هو ال 14 سم عرض الكانه اللي تحت اهو. بعدين بعكس الكانه زي ما حضراتكم شايفين كده، وباخد اللي هي ال70 زي ما حضراتكم شايفين اهو، ال70. بعدين بلف الكانه كده، باخد ال20 عشان تعطيني اول سنه اهو. بعدين برضو بلف الكانه تاني، وباخد برضو ال20 تاني اللي هي النايمه عفوا القايمه اهو. بعدين بلف الكانه كلها كامل عكس المكن اهو زي ما حضراتكم شايفين. وباخد منها ايه ال10 اللي هي القايمه والنايمه زي ما حضراتكم شايفين اه. بعدين باخد الكاني، وباخد العرض بتاع ال 50 سم اللي هو 45 اهو. وادي الكاني وهوريها لكم العلامه مطبعه ازاي اهو. وادي العلامات اهو. وادي الكانه زي ما حضراتكم شايفين، زي ما انتم شايفين اهو. دي الكانه، ودي كان بالنسبه لكانت اللي هي السنتين طريقه اللف بتاعي والقطعيه الحديد. وبوريها لكم ان شاء الله باذن الله لما تركب على الشغل. ادي المبنى زي ما حضراتكم شايفين اهو، بوريها لكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.